السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل مع بعض حلا سريع جدا ومغذي. معانا عنب احمر، ومعانا عنب اخضر، ومعانا مانجا، والفاكهة اللي متاحة عندك كلها غسلناهم وجهزناهم. حطينا كوباية مية سخنة على النار، كوباية اصلا كوباية مية سخنة. هنحط عليها الجيلي ونقلبها كويس قوي قوي. انا حطيتهم على النار، يعني الميه سخنه وحطيتها على النار، انا بقلبه كده، هقلبه كويس جدا. وبعدين هبقى مجهزه كوبايه ميه ساقعه، نفس الكوبايه هي اللي حطيت بيها الميه السخنه، نفس المقدار. هقلبهم كويس وخلاص كده. الجيلي بالنسبه لنا خلص. حابه تحطي جيلي تاني غير الفراوله براحتك، يعني حابه تحطي نوع تاني، بس يعني حسيت انه الفراولة هيبقى افضل. حطينا المانجا وحطينا العنب، واي فاكهة عندك متاحة عايزة تحطيها حطيها. وحطيناهم، حطيهم بقى في بولة. معلش يا جماعة، والله انا مش في بيتي، التصوير ده مش في بيتي، فالناس اللي عندهم فبيستخدموا كله ستانلس، ف المتاح يعني اشتغلت بيه برضو. وضفنا عليهم، حطيناهم في البولة الستانلس دي، وحطينا عليهم الجيلي. هنسيبه لما يسقع في التلاجة تاني يوم، تالت يعني ساعتين 3 ساعات على حسب ما تلاقيه متماسك كويس. شايفه عامل ازاي؟ عايزه اقولك الاولاد هيفرحوا بيه قوي قوي، وبصراحه مرطب جدا، وحاجه كده في الجو الحر اللي احنا فيها ده، يعني تبقى ساعه كده وترطب علينا. وحتى لو حد جالك قدمت منه، جميل جدا. وصفة هتعجبك. ما تنسوش حبايبي الصلاة على الحبيب، ما تنسوش ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. شايفين عامل ازاي اللي ماطت ده؟ على فكرة المانجا فيها حتة اتفتتت، ولكن هو ما شاء الله متماسك وجميل جدا وسائع كده ويرطب. وان شاء الله الوصفة تعجبكم حبايبي. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ما تنسوش دعمكم. شكرا ليكم حبايبي ولمتابعتكم، وان شاء الله يا رب الوصفه تكون عجبتكم. وصفه سهله وبسيطه، ومش هتاخد منكم اي وقت ولا اي مجهود، يعني سهله جدا. يا رب ان شاء الله تعجبكم حبايبي. جربوها واولادكم هيفرحوا بيها. وشكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم.